عندما نتحدث عن عراق قوي وهذا الشعار اللي وضعته كتلة صادقون في برنامجها الانتخابي وخلال فترة انتخاباتهم، وليس شعارات إعلامية فقط، بل صادقون تترجم هذا الشعار على أرض الواقع. صادقون وخطاب سماحة الشيخ الخزعلي الأخيرة في خطبة العيد لم تكن فقط خطبة دينية، بل تضمنت أبعاد أخرى، أبعاد سياسية، أبعاد وطنية، ركزت على كثير من الأمور. اليوم صادقون تسعى إلى بناء عراق قوي بمؤسساته، بتقديم الخدمة للمواطنين، بمعالجة ملفات الفساد. في تحاول صادقون أنه الانتقال من المرحلة السابقة، مرحلة الإخفاقات اللي رافقت الحكومات السابقة، إلى مرحلة جديدة، مرحلة تقديم الخدمات، مرحلة إلى تتضمن رؤية حقيقية. ليست اليوم أن نخرج على الإعلام ونقول أنه صادقون فقط شعارات، لكن إذا نلاحظ حتى في اختيارها صادقون لأعضاء مجلس النواب والمرشحين، لنرجع قليلا إلى الوراء، اختيارها إلى مرشحيها لم يكن اختيار فوضوي، بل كان استهداف وفق دراسة إلى الشخوص على قدر الإمكان أنه الذين إذا ما اعتلوا هذه المناصب سيقدمون خدمة إلى المواطن.